عشان تتأكدي. اسألي حد شغال معاه أو شوفي واحدة صاحبتِك جوزها مثلًا شغال في البلد اللي هو فيها، واسأليها كده يعني القبض بيكون في حدود كام، كده يعني عشان تبقي عارفة الدنيا، لإن أنا حاسة إن هو بيضحك عليكِ، وهو بياخد أكتر من كده بكتير، أصل مش معقول يعني هو مسافر كل ده عشان يبعت لِك دول بس. وفضلت أمي تدوّر على حد شغال معاه أو واحدة من صاحباتها يكون جوزها شغال هناك، تعرف منها القبض بيكون في حدود كام، لكن ما لقيتش حد، وهي ما اهتمتش، كان هَمّها الوحيد إنها تنقذ الموقف اللي إحنا فيه قبل ما نتبهدل. في الفترة دي أنا كنت في آخر سنة في الإعدادية، بابا أنا محتاجة درس في الإنجليزي، ممكن تبعت لي فلوس زيادة شوية؟ والله يا بنتي اللي باقدر عليه باعمله، أنا بابعت لكم كل الفلوس اللي بتبقى موجودة، حتى ما باعرفش أحوّش، مش هاعرف يا بنتي أزوّد لِك أكتر من كده. ما عندِك بنت عمِّك أهي، قاعدة في البيت بتذاكر ومش بتاخد أي دروس، ما تعملي زيّها. وده كان أسلوب بابا معايا كل ما أطلب منّه فلوس، واضطرت أمي في الآخر إنها تنزل تشتغل. نجلاء يا حبيبتي، اوعي تقولي لبابا إن أنا باشتغل، لأحسن يمنع عنا المصروف، وإحنا أساسًا مش ناقصين، ده هو أساسًا مش مكفّينا. اوعي يا حبيبتي تقولي له. لأ ما تخافيش يا ماما مش هاقول له. شاطرة يا حبيبتي. وبعد ما أمي نزلت شغل، حياتنا اتغيّرت تدريجي، وابتدت أمي تجيب لي حاجات أنا كنت محتاجاها، وبقى المصروف مع الفلوس اللي بيبعتها بابا بقت بتكفّينا الحمد لله. أنا خلاص يا سامي قرّبت أوفّر المبلغ اللي محتاجينه عشان نبدأ مشروعنا بقى. طب كويس والله، اجهز أنت بس وقُل لي. خلاص أنا فاضل لي حوالي 3 شهور كده وأخلّص. كويس أوي، أنا جاهز في أي وقت، وقت ما تجهز كلّمني. أيوه يا عبد العزيز، لسه برضه ما فيش أمل تزوّد لي المصروف؟ ما هو زي ما أنتِ شايفة اللي معايا بادّيه لكم. والله! طيب مش هتنزل أجازة؟ ده أنت بقى لك حوالي سنتين ما نزلتش ولا مرّة. صعب والله يا حبيبتي، ما فيش أجازات، طَب أعمل إيه؟ طيب يا عبد العزيز اللي يريّحك. وعدّى حوالي شهر، فجأة لاحظت إن أمي ابتدت تتغيّر، واشترت لنفسها لبس جديد وشكله حلو، وابتدت تضبّط شعرها، تحط makeup وهي نازلة الشغل. قُلت عادي، هي حُرّة، وإيه يعني، عايزة شكلها يبقى حلو وكويس، إيه المشكلة؟